نحن كأهالي مدينة الرقة طبعا أطلقت حملة ب 22 الشهر، هذا الشهر الجاري 1 2023. الحملة بعنوان إطلاق حرية القائد عبد الله أوجلان والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الحملة باسم الشعوب المنطقة. طبعا نحن كأهالي مدينة الرقة قمنا بهذه الحملة وتم توزيع جداول على كافة مجالس الشعب، وتم استقبال وتوجه من قبل أهالي مدينة الرقة، وحاليا تم تحصيل عدد من التواقيع. طبعا هذه التواقيع المطلوبة منا كمجلس مدينة الرقة أو مجالس الشعب في مدينة الرقة راح نقدم 51 اسم 1000 توقيع. طبعا هذه التواقيع راح تم كافة مناطق الرقة من الشمال إلى الجنوب، من الجنوب إلى الشمال، ومن الشرق إلى الغرب، ومن الغرب إلى الشرق. طبعا الغاية منها، ونحن كأهالي مدينة دائما نقول القائد عبد الله أوجلان لم يكن لصا أو لم يكن قاتلا، إنما هذا القائد هو قائد مفكرا أراد إنارة مناطق الشرق الأوسط بأفكاره النيرة. ومن هنا نؤكد على الحرية للقائد عبد الله أوجلان مستمرة، والإقبال جيد جدا على هذه الحملة. طبعا نحن كمجلس عام مدينة الرقة احنا عندنا 133 كومين، كل كومين أخذ جداول فارغة. هذه الجداول الكومين يمر على أهالي المدينة وأهالي الحارة الموجودين، على أساسها كل شخص يوقع. طبعا حاليا في إقبال كبير وجيد على هذه الحملة، ولم نشاهد أو أي اعتذار أو أي تهزم من أحد المواطنين، بالعكس الناس أخذتها برحاب الصدر. عفوا إذا حكيناها بالعامية، الناس أخذتها برحاب الصدر، وبالعكس الناس معانا بهذا المطلب لأنه هو مطلب حق.